من بعد ما تمشيت 11 كيلومتر على رجلي وصلت لهاد لوطيل اللي الثمن ديالو غير 50 درهم. غالبا هذاك راه هو لوطيل. هي علاش هذا هو الدوار ديال تيغدوين. صراحه يستاهل هاد الساعتين ونص اللي تمشيتها من دوار تيلمي لدوار تيغدوين. الانطلاقه كانت من دوار تيلمي وتقريبا غادي نتمشى 11 كيلومتر اللي هي تقريبا ساعتين و40 دقيقه. وانا غادي في الطريق هذه اول طوموبيله خويا نتلاقاها تقريبا ساعه وانا كنتمشى دابا. دزت على هاد البلايص كاملين اللي غادي تشوفوهم في هاد الفيديو. دابا هادشي اللي كتشوفه الخوت كله هبطه كلها بحال هكا. قررت اني نتمشى على رجلي لحقاش ما كاينش الطرونسبور اللي كيدي لدوار تيغدوين. اما الا كانت عندكم الطوموبيل فراه هذه احسن حاجه. شوفوا شحال ديال ما كيهبطوا من الجبل. هاد الماء اللي كتشوفوا دابا الخوت راه غير الثلج دايب. بالكو وانا غادي في الطريق شفت بزاف ديال المناظر الطبيعيه اللي صراحه ما كنتش كنتوقعها كاينه في المغرب. تبارك الله الماء فين غادي. وانا غادي في الطريق تلاقيت مع هاد السيد كيفلح. المهم راه هادشي كله كنت صورته في الفيديوهات اللي فاتوا. من بعد اول ما غادي توصلوا لدوار تيغدوين غتلقاو هاد المنظر الزوين. صافي الخوت فهمت. غالبا هذاك راه هو لوطيل. هي على شكل تعاونيه وهو راه اوطيل فهمتو. وغتلقاو حتى هاد لوبيرج. النمره ديال السيد راه كاينه في البلاكه كيف كتشوفوا. هو على شكل اوبرج وفيه جوج ديال الناموسيات الا كنتو جوج. وبالنسبه للماكله راه كيوفروا كلشي. انتما كتطلبوا لهم شنو بغيتو في الصباح وما كيوجدوا لكم اي حاجه بغيتوها. واخر حاجه هي خليكم مع هذا المنظر اللي كيطل على دوار تيغدوين. كنتمنى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وخليو شي تعليق زوين. المهم اخوتي هذيك ساعه و 45 دقيقه اللي ضربنا قبيله كلها كانت على ديت هذا المنظر هذا. هذا هو الدوار ديال تيغدوين. الى هو مراه تشوفوه هذا هو تيغدوين. سبحان الله العظيم. الطريقه باش كيبنيو الطريقه باش حاطين الديور هادو راه بحال مرسومين بورقه وستيلو والله. يعني جيت من تيلمي انا كنت كنقولها تالمي. واحد السيد صح لي قال لي سميتها تيلمي. جيت من دوار تيلمي لهنايا لتيغدوين. تيغدوين هو هذا الدوار هذا راه ما يمكنش واعر. الكالم عرفتي واحد الكالم راه مشيت حتى مورا دوك الديور. شنو لقيت غير الواد بحال هكا دايز ولكن الطريق كلها وانا ما كنسمع والو كنسمع الواد دايز صافي كنسمع شي حاجه اخرى.